دي صورة نصرة الجمال. اتجوزت طلعت جوزها وعاشوا في بيت عيلة. خلفت ولدين وبنت، بس كانت بتقول إن جوزها مش مكفيها، وبدأت تبص لحماتها وتحسدها لأن جوزها مراضيها. بدأت تدخل لحماها أوضته وتقدم له الشاي وتعامله كويس، وهي بتكلمه بتمد إيدها على حتت في جسمه وهو ما كانش بيعارض. بدأت الحكاية تتطور لما دخلوا في علاقة أزواج. استمر معاها لمدة سنة وهي معاه ومع جوزها، بيستغلوا ان حماتها تخرج من البيت وهم يعيشوا حياتهم مع ابليس. ونصرة ما اكتفتش بجوزها وحماها، بدأت تبص لاخو جوزها محمد اللي هو كمان متجوز وعايش معاهم. لما كانت مراد تخرج من البيت كانت تخش له الأوضة وتقعد معاه شوية والكلام بيحلو. بدأ يطولوا في القعدة لما أمه لاحظت الكلام ده. وفي مرة دخلت عليهم أمه لقيتهم في وضع مشين كأنهم أزواج بالظبط. الولية صرخت وشتمته وشتمتها وهددتهم ان هي هتقول لابنها طلعت لو هم ما بطلوش اللي بيعملوه ده. بس الكلام ما فيهوش فايده، فضلوا مستمرين في اللي هم بيعملوه. راحت داخله على طلعت وحكت له الحكايه وعرفته ان اخوه بينام مع مراته. طلعت قال لها انا كنت شاكك في الموضوع ده وانت كده اكدتي لي، انا هاخدها واديها لاهلها وتغور من البيت. ودخل على نصره وقال لها يلا هوديك عند اهلك. نصره فهمت ان هو هيوديها ويفضحها هناك عند اخواتها، فراحت ملبست وهي بتلبس راحت جايبه حبل حطته تحت الهدوم اللي هي لابساها. ركبت معاه العربيه وقبل ما يوصلوا البلد قالت له تعالى عايزه اتكلم معاك في موضوع هقوله لك قبل ما اقوله لاخواتي. طلعت المسكين صدقها ونزل معاها وهي بتتكلم معاه، اما غفلاه وخبطته بطوبه جابتها من على الارض. لما وقع على الارض جابت الحبال وراحت ربطاه وفي الترعه زقته، وهو كان جسمه ضعيف وكان صاحب مرض ما قدرش يدافع عن نفسه. ولما اتاكدت ان هو مات رجعت بيتهم تاني ولا كأن حاجه حصلت، ودخلت على اخوه محمد وعملت معاه علاقه. وبعد ما عملوا العلاقه قالت له على اللي عملته في اخوه، قال لها ما هو كان ميت ميت. وبعدها دخلت على ابوه وعملت معاه برضه علاقه، بس ما حكتلوش اللي عملته في جوزها. وبعد ايام الابن ما رجعش، وما سالوها قالت هو وصلني قرب البلد ومشي وانا ما اعرفش عنه حاجه. وفضلوا مش لاقيينه لغايه ما ظهرت جثه في الترعه جنب البلد ولقوها جثه طلعت. بعتوا لابوه واخوه عشان يتعرفوا عليها، بس للاسف ضحوا بابنهم عشان يستمروا في العلاقه ونكروا ان دي جثه ابنهم. وهددوا الام انها ما تقولش ان دي جثه ابنهم، والام لا حول لها ولا قوه ما اتكلمتش. وفضلت القضيه ان طلعت خرج وما رجعش بيته، بس الام من نارها كانت دايما بتشتمها بالفاظ وحشه قوي بتبين ان هي فجره وان هي بتاعت رجاله وكلام كتير قوي كانت بتقوله الام. وفي 2014 يعني بعد ما قتلت طلعت بسنه لقت ان حماتها مزوداها وانها عماله تفضحها عند الجيران وتقول عليها كلام كتير، وخافت على سمعتها انها الناس تفهم ان هي عليها علاقه بحماها وباخو جوزها. فقررت بيد نفسها ان هي تخلص من حماتها. وفي يوم خلتها في الزريبه بتحلب قامت جايبه خشبه ونازله على دماغها وما سابتهاش الا وهي قتيله، وسابت البيت وراحت ماشيه. رجع حماها من البلد ودخل بيته لقى مراته مقتوله وبطريقه بشعه. بلغ البوليس واتهم نصره ان هي اللي قتلت حماتها. قبضوا على نصره وبدأ الاعتراف واحدة واحدة، وبدأت تقول اللي عمله حماها وأخو جوزها، والآخر اتعرف إن هي اللي قتلت طلعت جوزها ورمته في الترعة. وفي 2015 اتحكم على نصرة بالإعدام وتنفذ الحكم في 2019. لو إبليس بتصور في صورة بني آدم مش هيكون أكتر من نصرة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتخش القناة وشوف الفيديوهات كلها. سلام.